تخيل معايا ان في مادة جرام واحد منها سعره 62 تريليون دولار، ولو لمس اي حاجة عادية بيختفي هو وتختفي الحاجة اللي لمسها، والمادة دي اسمها المادة المضادة. بس الغريب ان اكتشافها ما بدأش بتجربة ولا معمل ولا انفجار، بدأ بورقة ومعادلة. في الاول خلينا نعرف ايه هي المادة المضادة. الكون اللي حوالينا معمول من مادة عادية، كل مادة مكونة من جسيمات، الالكترونات ودي شحنة سالبة، والبروتونات ودي شحنة موجبة. المادة المضادة هي نفس الجسيمات لكن الشحنة معكوسة. يعني الالكترون المادة المضادة بتاعته اسمها بوزيترون، والبروتون المادة المضادة بتاعته اسمها مضاد البروتون. ولما المادة والمادة المضادة بيتقابلوا بيفجروا بعض تماما ويتحولوا لطاقة خالصة. في الحقيقة المادة دي اكتشافها غريب جدا. في سنة 1928 بول ديراك عالم فيزياء نظري حاول يوفق بين ميكانيكا الكم والنسبية الخاصة، واثناء حل المعادلات طلعت حلول غريبة، كأن في جسيم زي الالكترون لكن بالعكس. والناس وقتها قالت المعادلة غلط، لكن ديراك قال الكون هو اللي اغرب مما نتخيل. عشان بعد 4 سنين كاملة كارل أندرسون سنة 1932 كان بيشتغل على الأشعة الكونية من غير ما يكون بيدور أصلا على مادة مضادة، لقى أثر جسيم نفس كتلة الإلكترون لكن شحنة موجبة، وساعتها المعادلة اللي الناس شكت فيها بقت حقيقة علمية. وده يخلي قصة المادة المضادة واحدة من أندر الحالات اللي الرياضيات سبقت فيها التجربة، وده أكد كلام ديراك اللي خد بعدها جايزة نوبل. طيب السؤال الكبير بقى، لو المادة المضادة موجودة ليه الكون ما تفجرش؟ العلماء اكتشفوا ان بعد الانفجار العظيم المفروض المادة والمادة المضادة كانوا متساويين، بس حصل خلل بسيط جدا. المادة العادية كسبت والمادة المضادة اختفت تقريبا، والسبب لسه لغز علمي لحد دلوقتي اسمه لغز عدم التماثل الكوني، ولسه العلماء بيدوروا على اجابته. طيب هل المادة المضادة موجودة طبيعيا؟ في الحقيقة موجودة في الأشعة الكونية وفي بعض التفاعلات النووية بس بكميات ضئيلة جدا. طب هل نقدر نصنع مادة مضادة؟ بس في معامل وبتكلف تكلفة خيالية، وجرام واحد بيساوي مليارات الدولارات، وصعب جدا تخزينها. طيب ليه تخزينها صعب؟ لأن أي لمس مع مادة عادية بيعمل فناء فوري، ولازم تتخزن في فراغ بمجالات مغناطيسية. طيب هل ممكن نستخدمها كسلاح؟ نظريا لكن عمليا لا، لأن إنتاجها أصعب من القنبلة النووية، وتخزينها خطر جدا. في الحقيقة هي أغلى مادة في العالم، الجرام الواحد بيساوي تريليونات الدولارات. اكتشاف المادة المضادة ما كانش مجرد معادلة، كان دليل ان العلم احيانا بيقودنا لحاجات عمرنا ما كنا متوقعينها. ولسه المادة المضادة واحدة من اكبر الغاز الكون، مستنية اللي يفهمها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.